في الفيديو النهارده لو انت مبتدئ وبتسأل هل ابدأ بالتنشيف الاول ولا بالتضخيم الاول، وتنشف لحد امتى وتضخم لحد امتى. احلى مسا عليكم يا جماويه، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معكم محمد عواد. لو انت اول مره تشوفني هنا في القناه بنتكلم عن كل حاجه ليها علاقه بتمرينك، بتغذيتك، بصحتك. من الاخر هتعمل فورمه، يعني هتعمل فورمه. عايز اخد برضو رايكم في حاجه، هعمل سلسله حلقات عن الناس اللي لسه داخله الجيم جديد. اكتبوا لي بقى في الكومنتات تحت عايزين اسميها ايه. سلسله حلقات للمبتدئين في الجيم، الناس اللي لسه داخله الجيم، لسه عايزه تحط هدف لنفسها. عايزين نعمل السلسله دي باذن الله، ونبقى اول ناس عملناها على اليوتيوب. هاخدك كده من ايدك ستيب باي ستيب، هنطلع سلمه سلمه في اللعبه لحد ما تبقى مستواك متقدم. تمام؟ اكتب لي دلوقتي بقى تحت في الكومنتات نسمي السلسله دي ايه. فيديو النهارده هيكون تبتدي تنشيف ولا تضخيم. دلوقتي انت جسمك اي منطقه فيها دهون تقدر تمسكها، يبقى انت كده لازم تنشف الاول. الموضوع سهل، ما توجعش دماغك كتير. دلوقتي انت جسمك قدامك اهو، هتمسك جنابك، في دهون في جنابك كده نشف. عندك دهون في بطنك نشف. مسكت الدهون اللي في بطنك بتبقى ملمسها باين، ملمس الدهون غير ملمس العضلات، هتمسكها دي دهون، يبقى انا كده ابتدي تنشيف. اي مكان في جسمك في دهون تقدر تمسكها يبقى انت لازم تنشف الاول. طب دلوقتي اول سؤال هنساله لنفسنا، طب انا لو ضخمت دلوقتي وانا نسبه دهوني عاليه، وانا نسبه دهوني فوق ال 15%، ما تتعورش ابو شيماء اتعور، ايه اللي هيحصل لي؟ وايه الاضرار اللي هتجيلي؟ اول عيب هتواجهه انه هيطلع عينك بعد كده في التنشيف. هتقعد فترة طويلة جدا بتنشف وهتخسر عضلات كتيرة جدا من اللي انت كسبتها. يعني هتقعد فترة طويلة وهتخسر عضلات كتيرة من اللي انت كسبتها، هيطلع عينك حرفيا في التنشيف. تاني عيب، لو انت ضخمت على الدهون، نسبة الدهون عندك هتزيد في جسمك بشكل كبير. نسبة الدهون زادت، هرمون التست هيقل. الاتنين دول كده اربطهم ببعض، كل ما الدهون عندك في جسمك زادت كل ما هرمون التست هيقل في جسمك. هرمون التست وهرمون الذكورة ده لو قل في جسمنا دي حاجة مش كويسة، انت فاهمني طبعا. حاجة مش كويسة على مزاجك، على عضلاتك، على يومك، على كل حاجة. هرمون التست وهرمون الذكورة ده نزل كده انت في حالة مش كويسة. تالت عيب، ممكن الدهون دي تغير لك من جيناتك وتغير لك من قابلية جسمك بعد كده في اكتساب الدهون. ايوه، دلوقتي انت لما انت هتزيد نسبة دهون عالية جدا، نسبة الدهون العالية دي هتأثر في جيناتك وهتأثر في قابلية جسمك بعد كده هتزيد دهون بسرعة رهيبة. دلوقتي انت الخلايا الدهنية في جسمك بتزيد وبتتكاثر وبتنقسم لأعداد كبيرة. الخلايا الدهنية دي بتفضل في جسمك حتى لو نشفت بعد كده. يعني انت لو وصلت لمرحلة 25% دهون او اكتر، جسمك بيحتفظ بالخلايا الدهنية دي ما بتروحش. كده انت دي بقت حاجة في جينات، كده انت جسمك هيكتسب الدهون بأسرع وقت حتى لو ما كانش عندك المشكلة دي. تمام؟ يبقى انت قابلية جسمك لزيادة الدهون هتبقى عالية جدا. قابلت الناس اللي بتقولك انا لو شميت ريحة الاكل بزيد، هتبقى منهم. لو انت بتضخم وانت عندك نسبة دهون عالية، اول حاجة هيطلع عينك في التنشيف. تاني حاجة هرمون التست هيقل. تالت حاجة قابلية جسمك وجيناتك هتتغير. نيجي للسؤال اللي بعديه، سؤال مهم جدا. طب انا لو هنشف دلوقتي او هبدأ تنشيف هستفاد ايه؟ التنشيف في الاول يعني عضلات احلى، يعني شكل جسم احلى، يعني لبس شكله احلى، يعني ملامحك هتتغير 180 درجة. احط لك صورة، بص الصورة دي كده، الصورتين لنفس الشخص، لنفس البنت، واحدة وهي مليانة واحدة وهي خاسة. شايف الفرق بين الصورتين؟ ملامحها اتغيرت 180 درجة. تاني نقطة، تنشيف نتائجه أسرع بكتير من التضخيم. تنشيف على فكرة أسهل بكتير جدا من التضخيم. أنا معرفش أنت ممكن تكون عارف المعلومة دي ولا لأ. تنشيف من أسهل المراحل اللي ممكن تعملها في اللعبة. أنت ممكن في 8 أسابيع، في 12 أسبوع تبقى ناشف وعلى الشعر. اما انك تضخم انت ممكن تقعد بالتسعة اشهر وبتضخم. اللعيبه المحترفه ممكن تقعد سنه وفي سيزون وبتضخم عشان تزيد كتله محترمه. سنه معلي سعراته وبياكل كتير عشان يزيد كتله عضليه محترمه. تمام كده؟ يبقى ان التنشيف اسرع من التضخيم بكتير. تالت حاجه، هتحب اللعبه. دلوقتي اما انت تبتدي تنشيف هتلاقي النتائج ابتدت تظهر على جسمك. جسمك ابتدى في عضلات بطن، اللبس حلو والشكل حلو والنتائج بانت، كده هتبتدي تحب اللعبة. خلاص كده الموضوع هيبقى ادمان. فعلا في مقولة بتقولك اول لما تشوف النتائج هيبدأ الادمان. فعلا دي مقولة بجد. انا واحد دخلت الجيم ولا كنت عايز ابقى فورمة ولا عايز اعمل جسم ولا عايز اعمل اي حاجة. انا كان عندي جناب وبطن وحاجات من دي وعايز انزلها، ده كان كل هدفي. نزلت الحاجات دي
جسمي ابتدى يبان عليه عضلات، الناس ابتدت تنبهر بشكلي، اللبس ابتدى يحلو عليا، خلاص الموضوع بقى ادمان. رابع حاجة، ثقتك في نفسك هتزيد لاعلى درجة. ثقتك في نفسك هتزيد جدا. هقول لك ليه. انت دلوقتي اما تحط لنفسك هدف ووصلت له في خلال 3 اشهر مثلا، كده ثقتك في نفسك هتزيد جدا. دلوقتي انت حطيت لنفسك هدف ووصلت له، الموضوع ده هيربي في جواك كده عادة انك لو عايز تعمل اي حاجة هتوصل لها وهتقدر تحققها. معلش هنبعد عن موضوع الحلقة شوية وهديك نصيحة اخوية. احسن قرار تاخده في حياتك انك تبتدي النهاردة تلعب رياضة. احسن قرار تاخده في حياتك ابتدي النهاردة العب رياضة. اي رياضة، انا مش بتكلم عن كمال الاجسام بس، اي رياضة. العب سباحة، كرة قدم، العب اي حاجة، اي رياضة دخلها في يومك. الرياضة دي اكتر حاجة هتغير لك حياتك. انك تلعب رياضة هتخلي ثقتك في نفسك عالية جدا. هاتلي واحد رياضي ثقته في نفسه قليلة، مش هتلاقي. هاتلي واحد رياضي عايز يبقى رقم 2، مش هتلاقي. دايما الرياضي دايما عنده روح التنافس، دي اعلى حاجة، وعنده ان هو يطور نفسه كل دقيقة. دي اهم حاجة عنده واهم اولوية عنده، ان هو يطور نفسه كل دقيقة، وان هو دايما لازم يبقى رقم 1، ما يبقاش رقم 2. رقم 2 دي عند الرياضي مش موجودة. مش هتلاقي في حد رياضي يقولك انا عايز ابقى رقم 2، استحالة. الرياضة هتزرع جواك مفاهيم كده هتفهمها لما تكبر، انك لازم تبقى انسان ناجح، لازم انك تطور من نفسك كل دقيقة، لازم تبقى احسن نسخة منك. وده شعارنا هنا في القناة، لازم تبقى احسن نسخة منك، مش لازم تبقى احسن واحد في الدنيا، لازم تبقى انت احسن من نفسك. ابدأ النهاردة رياضة وما تتحججش. الجيمات دلوقتي بقت كتيرة جدا وفاتحة في كل حتة، وفي منها جيمات باشتراكات قليلة. وعلى فكرة الجيمات اللي باشتراكات قليلة دي الابطال طلعوا منها. الابطال اللي انت شايفهم دلوقتي كلهم على السوشيال ميديا بادئين في الجيمات دي، اللي هو اخرهم الدمبل والبار. كلنا بدأنا كده، انا بدأت كده. لو هتتحجج بالجيم واشتراكه، لا يا حبيبي، الاشتراكات دلوقتي بقت رخيصة وفي جيمات كتيرة سعرها حنين. لو هتتحجج بالاكل، انت كواحد مبتدئ مش محتاج المصاريف الكتيرة جدا اللي الناس بتصرفها على اللعبة. انك كل ساعتين تاكل فراخ ولحمة وسمك، ان كل ساعتين تاكل وجبة محترمة بمبلغ، انت مش محتاج الكلام ده كله كواحد مبتدئ. ما تحطش ضغط على نفسك وتزود الحمل عليك وعلى اهلك. كل الاكل اللي في البيت عادي جدا. اهم حاجة تروح تتمرن، اهم حاجة تنام كويس. اتمرن ونام كويس وكل الاكل اللي في البيت. انت كواحد مبتدئ مش محتاج اكتر من كده. انت جسمك بيطور نفسه بمجرد اي حاجة بتعملها، اي حاجه بسيطه بتدخلها له كده وبتزقه بيها، هو جسمك بيتطور. ده انت جسمك بيتطور لما كنت بتشيل البار فاضي. بتشيل البار فاضي جسمك بيتطور وبيطلع عضلات. ما ينفعش، ما تتحججش بالاكل، ما تتحججش بالامكانيات. ابتدي النهارده رياضه. معلش انا شرخت بعيد عن موضوعنا النهارده، معلش انا خدتها شويه جو صعبانيات وحاجات من دي وشرخت بعيد عن موضوع الحلقه. بس ده يعتبر من اساس القناه هنا، انك تبقى لازم فاهم الرياضه دي دورها ايه في حياتك. انت تبقى عارف الرياضه دي ايه دورها في حياتك، هتعمل لك ايه في حياتك، هتغير لك حياتك. الخلاصه، تنشف ولا هتضخم؟ ها ما ترد. ماشي، لو مسكت اي حته في جسمك لقيتها مدهننه او مليسه كده انت لازم تبتدي تنشيف. لو ضخمت وانت عندك نسبه دهون عاليه، دهونك هتزيد، معناها تست هيقل، قابلية جسمك وجيناتك هتتغير، جسمك هيزيد بعد كده دهون باسهل وسيله. وتالت حاجة هيطلع عينك في التنشيف. طب لو ابتدينا تنشيف هنستفاد ايه؟ هنستفاد حاجات كتيرة قوي. هتستفاد انك هتحب اللعبة، جسمك هيبقى شكله حلو في اسرع وقت، هيبقى لبسك شكله حلو، ملامحك هتتغير، هتحلو بمعنى اصح، ثقتك في نفسك هتزيد. كده اكون خلصت حلقة النهاردة. ما تنساش لو عندك اي سؤال اكتبه لي تحت في الكومنتس، ولو عايز تتكلم معايا او تبعت لي اي حاجة ضيفنا على الانستجرام، هتلاقيه برضو تحت في اللينك في الديسكريبشن. ما تنساش في اخر الحلقة تعمل 3 حاجات: هتشترك في القناة لو مش مشترك، وتدوس على زرار اللايك، وتدوس على زرار الجرس عشان تشغل التنبيهات عشان لو نزلت اي فيديو جديد. زرار الجرس يا شباب مهم جدا، اول لما هنزل فيديو هيجيلك اشعار على موبايلك ان انا نزلت فيديو عشان تخش تتفرج عليه. لو مش مشغل الجرس شغله دلوقتي. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.